لو عندك صدرين فراخ هتعملي اللانشون، كمية اللانشون دي ومن غير اي حاجة هتضيفيها. طريقة سهلة جدا جدا. انا نزلت لكم الصور، الخطوات. ودلوقتي بصوا بقى المنظر عامل ازاي. قلت لازم اعمله لكم فيديو وانا بقطعه. حلو جدا جدا. طبعا انا جبت البانيه حطيته في الكبة، بانيه او صدور زي يعني اللي انت عايزاه. حطيته في الكبة، وبعد كده حطيت عليه معلقتين نشا، وحطيت عليه توابل بقى، فلفل اسود وملح وبصل بودر وتوم بودر وبابريكا. دول بس اللي حطيتهم، ما حطيتش حاجة تانية. وبعد كده ضربتهم، وحطيت مية ساقعة عشان يتضربوا كويس ويبقوا عجينة حلوة لينة كده. وبعد كده حطيتهم في الاسترتش والورق الفويل، ولفتهم وحطيتهم على البخار. بس قبل ما الفهم رشيت على الاسترتش رشة بابريكا، ورشة زعتر. بتدي طعم حلو قوي 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 وريحة فظيعة. وبعد كده ما بسيبه نص ساعة على النار في البخار. وبعد ما بيطلع بصوا مش بقطعه على طول، بسيبه تاني يوم وبقطعه وبعمله سندوتش.